في 2022 كانت أول مشاركة لينا في ماكتك. ما كناش بندور على مساحة كبيرة، كنا بندور على فرصة. ترابيزة صغيرة عليها 3 برنترات وشوية خامات، لكن في عيوننا كانت بداية لحاجة أكبر بكتير. الناس اتجمعت حوالينا مش عشان البرنترز، لكن علشان فكرة إن التكنولوجيا دي ممكن تغير شكل الصناعة المصرية. السنة اللي بعدها 2023 المكان كبر والفريق كبر والحلم كمان كبر. البوز بتاعنا بقى مليان حركة، مليان فضول، مليان ناس جاية تسأل وجاية تتعلم وجاية تبدأ. التيم بتاعنا كان شغال بكل طاقته، كل حد بيشرح، كل حد بيحاول يوصل رسالة واحدة، إنك فعلا ممكن تغير شكل الصناعة. في 2024 ما كانش مجرد معرض، كانت نقلة. ولانسر 3 دي بقت مش بس شركة، دي بقت علامة. البوث بقى بيت مفتوح لكل اللي حابب يعرف يعني إيه 3D printing. عملنا مسابقات، كسبنا ناس جديدة، كسبنا ثقة أكبر، وخلينا التكنولوجيا تلمس الناس فعلا. ولما البوث بتاعنا اتنشر على صفحة المعرض والمنظمين، كنا عارفين إن كل خطوة من البداية كانت رايحة للنقطة دي. دلوقتي وبعد 3 سنين من كل ده، جايين نكتب فصل جديد في الحكاية. ماكتك 2025 مش مجرد مشاركة، ده إعلان بداية لمرحلة جديدة، ببرندرز لأول مرة في مصر، وبعروض وهدايا ومفاجآت. من مكان صغير لحلم بقى علامة، من فكرة لثقة، ومن ثقة لمستقبل بيتبني قدام عينينا. دي مش بس رحلة لانسر 3 دي في ماكتك، دي رحلة اللي بيصنعوا الفرق.